السلام عليكم. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يفاجأ المنتخب المغربي قبل مباراته مع المنتخب الجزائري، ويحذر قائد جيشه شنقريحة بسبب المنتخب المغربي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. قبل المباراة المرتقبة والتاريخية للمنتخب المغربي أمام المنتخب الجزائري في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين بالجزائر، ومن خلال هذه المباراة سيتأهل الفائز منها للوصول إلى كأس العالم أيضا. على جانب آخر، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية، وقال: ستكون مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الجزائري ستكون مباراة تاريخية، وليست مجرد مباراة كرة قدم، ولكن ستكون مباراة بين الشعبين الشقيقين، وتحسين وتلطيف الأجواء التي عكرتها بعد الشيء الأجواء السياسية المضطربة بيننا وبين الأشقاء في المغرب. ولكن الأهم في هذه المباراة أن تخرج بشكل لائق وبروح رياضية بين المنتخبين، مهما كان الفائز أو الخاسر في هذه المباراة، فهذه مجرد كرة قدم. وأنا عقدت اجتماع صباح اليوم بقائد الجيش شنقريحة لتأمين هذه المباراة وعدم التطاول على أي لاعب مغربي، سواء بالسب أو بالضرب، مثل ما حدث في نهائي البطولة العربية عندما تعرض لاعب المنتخب المغربي للضرب. وأنا لن أسمح أبدا للتعدي على لاعبين الصغار المغاربة لأنهم مثل أبنائي. فأنا أتابع وسائل الإعلام المختلفة، وشاهدت أن هناك حشد غير طبيعي من الإعلام الجزائري للحشد الجماهير الكبير لهذه المباراة، وهذا لا يجوز أخلاقيا أن نحشد الشعب اتجاه المنتخب المغربي. فأنا شاهدت في المباريات الماضية المدرجات شبه خاوية من الجماهير، فلماذا هذا الحشد الغير طبيعي أمام المنتخب المغربي الشقيق؟ ولن أسمح أبدا التعدي على لاعب المنتخب المغربي، وإذا حدث ذلك سيكون هناك عقاب عسير جدا على كل منظمين هذه المباراة. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك فيما قاله الرئيس الجزائري تبون اتجاه المنتخب المغربي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.